عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة نانسي محمود، والنهاردة هنتكلم عن مشكلة جديدة وهي خشونة الركبة. عامة مفصل الركبة هو أكبر مفصل في الجسم وبيشيل حوالي من 3 ل 7 أضعاف وزن الجسم. مفصل الركبة هو عبارة عن التقاء عظمتين ببعض اللي هم عظمة الفخذ وعظمة الساق، وبيكون بين العظمتين دول مخدة أو اللي احنا بنسميها الغضروف. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الغضروف ده؟ علشان يمنع احتكاك العظمتين دول ببعض، وكمان يساعد على امتصاص الصدمات. طب تخيل بقى ان الغضروف ده حصل فيه تآكل، بالظبط هيحصل احتكاك بين العظمتين دول، زي مثلا ان انا اجيب طوبتين حمر من اللي احنا بنبني بيهم البيوت وابدا ان انا احطهم في بعض. بينتج عن الموضوع ده الم شديد جدا، وهو ده اللي احنا بنسميه خشونه الركبه. طيب ايه هي بقى اسباب خشونه الركبه؟ اول حاجه هو العمر، بمعنى ان الشخص لما يكبر في السن بيبقى اكتر عرضه للاصابه بخشونه الركبه. هيجي شخص يقول لي دلوقتي طيب انا مش كبير في السن بس عندي خشونه ركبه. هقول لك بس في عوامل تانية بتسرع حدوث خشونه الركبه، زي مثلا السمنه. لما وزن الجسم بيبدا ان هو يزيد بيزود الحمل اكتر على الركبه، او مثلا عندك اصابه في الركبه قبل كده، او عندك ضعف في العضلات، لان العضلات زي ما احنا عارفين بتدعم مفصل الركبه وكمان بتشيل جزء من الوزن بتاع الجسم اللي نازل على الركبه، فبالتالي لما بيحصل ضعف في العضلات دي بيزود الحمل اكتر على الركبه. ونيجي بقى لاهم جزء في الحلقه، وهو الاكسرسايزز اللي المفروض اعملها في البيت. اول حاجه هنبدا بالتسخين. البيشنت هيبدا ان هو يمشي شويه او يعمل حاجه اسمها الهيل سلايد. الهيل سلايد دي ان هو ينام ويتني ركبته عليه بس بزحلقه رجله على السرير. لو مش قادر يعملها ممكن يجيب فوطه ويلفها حوالين رجله كده ويزحلق رجله على السرير، يعملها كذا مره وبعد كده نبتدي الاكسرسايزز بتاعته. الاكسرسايزز اول حاجه هنبتديها بتمارين التقويه، هنعملها للكوادريسبس. هنعمل اول حاجه الكوادريسبس. البيشنت هينام وهجيب فوطه احطها تحت ركبته واقول له يضغط بركبته على الفوطه، ماشي. لو انا عايزه اشوفه بيعملها صح ولا غلط بقوم حاطه ايدي انا الاول اشوفه واقول له يضغط واشوفه بيعملها صح ولا غلط، لان في بيشنتس كتيره بيعملوها غلط. بعد ما اتاكد ان هو بيعملها صح ممكن تحط فوطه وبتقول له بعد كده يضغط بركبته على الفوطه ويستنى حوالي 5 ثواني وبعد كده يريح 5 ثواني ويريح. حوالي يعملها يعني كام 3 مجموعات، كل مجموعه فيهم 10 مرات. بعد كده هنعمل الستريت ليج ريز. الستريت ليج ريز البيشنت هينام، رجله اللي ما فيهاش مشكله هيبقى تانيها، والرجل التانية اللي احنا هنشتغل عليها يبدأ ان هو يرفعها لفوق وينزل، يرفع وينزل لحد مستوى الرجل المتنية، لحد مستوى الركبة التانية، وينزل يرفع وينزل. تمام. لو انا بقى عايزة استريس اكتر على المسلز اللي موجودة في الجنب، هبدأ ان انا اقول له يطلع رجله لبره، يعني مثلا رجليه بالشكل ده خليه هو يطلعها لبره، بحيث ان جنب الرجل جنب رجله كده يبقى هو اللي مقابل للسقف، ويرفع برده رجله وينزلها وهكذا. 3 مجموعات كل مجموعة فيهم 10 مرات. بعد كده ينام على جنبه، والرجل اللي تحت برضو دي مش هنشتغل بيها، دي السليمه، الرجل اللي تحت متنيه، والرجل اللي فوق هيبدا ان هو برضو يرفع وينزل 3 مجموعات كل مجموعه فيهم 10 مرات. بعد كده هينام على بطنه وبرضو يرفع رجله 3 مجموعات كل مجموعه فيهم 10 مرات. لو حاله البيشنت احسن ويعني مش شديده قوي، يعني ممكن نحط له وزن بقى على رجله ويرفع بالوزن ده. طبعا حد هيقول لي وزن ايه؟ ممكن تجيب مثلا اي قماشه، يعني عارفين زي البوك كده، تجيب قماشتين وتخيطهم وتحط فيهم رمل مثلا وتقفل عليهم وبربط وتربطها له على رجله، وده زي وزن يعني، بس طبعا في المركز بيبقى موجود اساسي يعني. طيب ده كده الايه التمارين التقويه الكوادريسبس وعضلات تانية يعني احنا قلنا. بعد كده هنعمل بريدجنج اكسرسايزز اللي هي الكوبري، وهيظهر شكله دلوقتي وله شكلين. خلي بالك ان الشكل اللي فوق ده غلط، في ناس كتير بتعمله بس هو غلط، الشكل اللي تحت هو اللي صح، ده اسمه البريدجنج اكسرسايز. طيب تاني حاجه اعملها اللي هو الكلامشال اكسرسايز، ويا رب اكون بنطقها صح. هو بينام على جنبه ويبقى رجليه على بعض ويفتح رجله كده بالشكل ده كده وينزلها تاني، الشكل ده وينزلها تاني، برده يكررها حوالي 3 مجموعات كل مجموعه فيهم 10 مرات. طيب بعد كده نعمل الاسترتشنج اكسرسايزز اللي هي تمارين الاستطاله. هنعمل استطاله لعضله الهامسترنج. البيشنت هينام وهيبدا ان هو يجيب فوطه ماشي ويلفها حوالين رجله ويرفع رجله لفوق خالص، يعني يرفع رجله وركبته مفروده علشان يحس بالشد، وينزلها تاني بس يثبت حوالي 30 ثانيه وينزلها تاني. بعد كده هنعمل اطاله لعضلات الكف. هيبدا ان هو يقف قدام الحيطه ويحط رجله على الحيطه ويحس بشد في العضله بتاعه الكف، يعني مثلا الحيطه اهي وهو هيحط صوابعه على الحيطه بالشكل ده ماشي، هيحس بيه شد في عضله الكف. ده تمارين الاستطاله. طيب بعد ما يخلص طبعا ممكن بقى استخدم كولد ثيرابي علشان نهدي الموضوع شويه. في بقى اجهزه تانية ممكن استخدمها زي مثلا الالترا ساوند وزي التنس وزي المساج جان، دي كلها اجهزه ممكن استخدمها. بس طبعا دي بتبقى في المركز، وطبعا في اكسرسايزز تانية بتتعمل، بس دي الاكسرسايزز اللي بنقدر نعملها في البيت. طيب في برضو حاجات تانية زي فيتامينات. طبعا اهم حاجه بتتاخد هنا هو فيتامين د وفيتامين سي وكالسيوم، البان بقى واسماك، وكل الحاجات دي مهمه جدا لحاله الخشونه.
وبس دي كانت حلقتنا النهارده عن خشونة الركبة. لو بتعاني من خشونة ركبة يا ريت تعمل الإكسرسايزز دي لأن هي فعلا مجربة ونتيجتها مضمونة. ولو تعرف حد عنده خشونة ركبة يا ريت تشير له الفيديو، وطبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير علشان وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.